الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، بعض الرؤى تأتي مباشرة إلى قلب الإنسان فتوقظ سباته وتوقظه من غفلته فينشط في الطاعات بعدها، مثل هذه الرؤيا التي سأحدثكم عنها هذا اليوم، والتي تتكلم عن القرآن وعلاقة الإنسان بالقرآن. يا ليت أن علاقتنا بالقرآن مثل علاقتنا بالجوال لحسن حال الكثيرين منا. إخوان الكرام، تقول الرائية: رأيت زوجي المتوفى فقد أتاني في المنام وقال لي: حفظ جزء من القرآن شيء كبير جدا، حفظ جزء من القرآن شيء كبير جدا، ويمد كلمة كبير كأنه يعني متفاجئ ونادم ندما شديدا على أنه لم يحفظ القرآن. قالت: هو كان في المنام في سفر وكان يعمل في مصر، فقلت له: هل أنت حفظت القرآن؟ فقال لي: لا، المدرسة قفلت أبوابها. فقمت من المنام. قالت: ففهمت أنه يتحسر لأنه رأى جزاء من أعطى القرآن حقه وأعطى القرآن وقته، وجزاء من صبر على طريق حفظ القرآن. كان زوجي ملتزما رحمه الله تعالى، وكان في بداية الالتزام، وكان يتمنى أن يحفظ القرآن، لكنها كحال الكثيرين من الناس أمنية فقط، ولم يبدأ فعلا بالحفظ. انشغل كثيرا بدنياه، ومن انشغال إلى انشغال، فمات رحمه الله تعالى وهو لم يحفظ القرآن، بل لم يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. قالت: فبفضل هذه الرؤيا وهذا التحسر الكبير الذي رأيته على وجه زوجي في المنام بدأت في مشروع حفظ القرآن، والحمد لله رب العالمين حفظت القرآن كاملا. سبحان الله، رؤيا عجيبة وواضحة وسهلة فيها الموعظة. فعلا زوجك يتحسر ويتألم على أنه فاتته الدرجات العاليات، وأنه كان بإمكانه أن يحفظ القرآن حتى يبلغ أعلى الدرجات. حفظ القرآن الكريم كاملا أسهل طريق إلى الفردوس الأعلى، أسهل طريق مباشرة تذهب إلى الفردوس الأعلى. تأمل في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، يصعد، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وآخر آية في الفردوس الأعلى. إخوان الكرام، قال أكثر العلماء إن المقصود بصاحب القرآن من تحقق فيه أمران: حفظ القرآن والعمل به. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب، لا بمن يقرأ في المصحف. انتهى كلامه رحمه الله. والحفاظ لا تحرقهم النار. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان القرآن في إهاب، أي في جلد، ما أكلته النار، أي أن جسد حافظ القرآن محرم على النار. وهذه فضيلة أخرى جميلة وكبيرة ورفيعة لحافظ القرآن. وأبو أمامة الصحابي رضي الله عنه يقول في أثر صحح إسناده ابن حجر، والأثر موقوف على أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في شرحه لأثر أبي أمامة في كلمة فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن، يقول: أي حفظه وتدبره وعمل بما فيه، فمن حفظ ألفاظه وضيع حدوده فهو غير واع له. إذن حفظ مع وعي مع فهم للقرآن الكريم. فهنيئا لمن حفظ كتاب الله جل وعلا وجمعه في صدره وعمل بما فيه، هنيئا له هذه البشارة في النجاة من النار، هنيئا له تلك الدرجات العاليات في الفردوس الأعلى. وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن الكريم. فهل من مشمر؟ بادر وسابق. في الختام نصيحتان خذها مني: الأولى: خذ مقدارا معينا من القرآن تستطيع أن تحفظه كل يوم وداوم عليه. النصيحة الثانية: التزم مع شخص معلم، سواء في الإنترنت أو سواء تلتقي به أو تستطيعين أن تلتقين بها، سواء في الواتساب، في التليجرام، أخت من أخواتك تسمع لك محفوظك في مقدار معين كل يوم في زمن معين، بعد المغرب، بعد العشاء، بعد الفجر. المهم أن تختار وقت تلتزم به التزاما حديديا بإذن الله جل وعلا. هذه القطرات القليلات تصبح بعد عام أو عامين مشروع حفظ كتاب الله جل وعلا كاملا. بارك الله فيكم إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.